اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا فراخ في الفرن، ودي المقادير بتاعتها. دي فرخة حوالي 2 كيلو. ودي التتبيلة: 2 معلقة مستردة و2 كاتشب صغيرين، و3 معالق صغيرين ملح، ومعلقة فلفل اسود صغير، ومعلقتين بودر توم وبصل. نقلبهم كويس مع بعض. وتوابل فراخ، وهنحط عليهم تقريبا مية بصل، حوالي بصلتين صغيرين، ونقلبهم كويس لغاية ما يدوبوا معانا. وبعدين هنتبل بيها الفرخة من كل حتة، ونتبلها كويس قوي، ونسيبها على الأقل ساعتين، من ساعتين ل3، لغاية ما تتشرب خالص التتبيلة بتاعتها. وبعدين ممكن نحط بوكيه جرنيه في الصينية نفسها: بصل، جزر، بطاطس، ونغلفها بالفويل ونحطها على الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة، من ساعة لساعة ونص. وده الشكل النهائي للفرخة بتاعتنا بعد ما خرجناها من الفرن وشيلنا الفويل واديناها وش خفيف على الشواية من فوق. ويا رب تكون عجبتكم، ونشوفكم مزيد من الفيديوهات السهلة والبسيطة على مطبخ السعادة. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم اضغطوا لايك واشتراك في القناة، وانتظروا المزيد من مطبخ السعادة.